الغبطة والسعادة لم تسع 8 خاتمات لكتاب الله عز وجل بالمدرسة القرآنية الفلاح بحي الصادقية بمدينة الأغواط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم المبارك وفي هذا المركز، مركز الثقافي الإسلامي لأبو بكر الحاج عيسى، فأردنا أن نقف هذه الوقفة مع أبنائنا حتى نشجع البقية على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وحتى نحفظ أبناءنا وبناتنا بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن الدين خلق. الحمد لله الذي من علي بختم كتاب الله، وأشكر المشايخ الأفاضل ووالدي اللذان شجعاني بختم كتاب. أنا جد سعيدة بهذا التكريم الذي حظيت به أنا وزميلاتي حافظات كتاب الله، وأتمنى لكل بنت المداومة عليه. الحمد لله الذي من علي بختم كتابه الكريم، وأشكر المشايخ الأفاضل وأساتذتي، والشكر العام لوالدي اللذان شجعاني لختم كتابه الكريم. لم ينسى فضل الأولياء على الأبناء، كما تبقى غزة الحزينة دوما في القلوب. كوننا من خاتمات كتاب الله عز وجل ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن إخواننا في غزة الجريحة وينصر فلسطين الأبي. شروق رأيناها تشجع في مزامير داود القرآن الكريم، تشجع حفظة كتاب الله، تشجع المقبلين على دراسة وتلاوة كتاب الله عز وجل. هنيئا لكن يا خاتمات كتاب الله، لا تنسوا أن كن تحملن بين جنوبكن آيات عظام، وقد استعملكن الله لحفظ كتابه في الأرض. ريحان يا حامل القرآن.